3 عادات غلط هيخلوك تحتاج تقويم الأسنان. العادات دي بتبدأ من الطفولة وسهل جدا إن احنا ناخد بالنا منها ونغيرها من بدري. أولهم مص الأصابع، واللي بتكون عادة طبيعية عند الرضع لحد سن 3 سنين، لكن ممكن تفضل مكملة مع الطفل حتى بعد التسنين وظهور الأسنان، ولازم نمنعه عنها لأنها بتخلي الأسنان تاخد وضع مش مظبوط. تاني سبب استخدام الببرونات لفترة طويلة، ممكن يخلي الفكين ياخدوا وضع مش مظبوط وقفلتهم على بعض ما تبقاش بشكل طبيعي. تالت سبب النوم على البطن، ودي عادة مش بس غلط على الأطفال، لا كمان ممكن تأثر على الأسنان المراهقين وحتى على الكبار، لأنها ممكن تأثر على مفصل الفك. طبعا ممكن نتجنب التقويم من بدري لو صلحنا العادات دي. ومهم برضو إننا نقول إن تقويم الأسنان في الطفولة بتكون نتائجه أسرع وأحسن بكتير، بعكس لما تعمله وإنت كبير. وعشان ما تدخلش في كل ده، حاول تتجنب